السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل العاشوره بتركات حلوة جدا وبمقادير مظبوطة جدا. لو أول مرة تشوفوا قناتي ندوس زر الاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك عشان هو اللي هيرفع الفيديو بتاعي ويوصل لكم مني كل الوصفات. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله. واول حاجه هيكون معايا ربع كيلو من غله القمح مغسوله كويس جدا لحد ما الميه تبقى شفافه زي ما انتم شايفينها كده، وهنقعها لمده ساعتين. بعد ما نقعت القمح صفيته كويس جدا. معايا المقادير بتاعتي بقى: معلقه كبيره من الكريم شانتيه، ومعايا نص معلقه كبيره من النشا، معلقتين كبار من القشطه، السكر حسب الرغبه، وهيبقى معايا نص كيلو من الحليب، ومعايا كيس فانيليا، وهيبقى معايا معلقه كبيره من جوز الهند. في حله على النار وهحط فيها لتر من الميه. اول ما يغلي هنزل عليه بالقمح بتاعي بالشكل دوت، وهغطيه وهسيبه ربع ساعه على النار. بعد ربع ساعه طفيت النار وهفتح عليه بالشكل دوت. ده شكله يا جماعه بعد ما قعد ربع ساعه على النار. هغطيه بقى وهسيبه ربع ساعه تانية لحد ما يفشر. ده القمح بتاعي بعد ما سبته ربع ساعه تانية وهو متغطي وبرد معايا بالشكل دوت. بصوا شكله يا جماعه مفشر، كل القمح بتاعي مفشر. هاخد بقى القمح بتاعي كده، هاخد نص الكميه على الخلاط، هضربه كويس جدا. ده عشان يخلي قوام العاشوره بتاعتي كريمي زي الرز بلبن كده. هضربه ضربتين بالشكل دوت. هاخد الكميه اللي انا ضربتها وهنزل بيها على الكميه اللي هي في الحله. هنزل بقى بالسكر، وهضيف معلقه كبيره من جوز الهند. هتغلي مع العاشوره بتاعتي، هتديها طعم حلو جدا. وهنزل بكميه اللبن، النص كيلو اللبن اللي انا حطاه، وهسيب منه شويه كده عشان ادوب فيهم النشا والكريمه. هنزل بالقشطه والفانيليا. هاخد الحله بتاعتي بقى كده على النار، وهبتدي اقلب المكونات اللي انا ضفتها على القمح بالشكل دوت. دلوقتي هدوب الكريم شانتيه والنشا في شويه اللبن اللي انا سبتهم على جنب. هقلبهم كويس جدا. انا مهديه النار على العاشوره. بصوا القوام بتاع العاشوره تحفه. هنزل بقى عليه بالخليط اللي انا دوبته، الكريم شانتيه والنشا، هديهم لفه كده غلوه مع بعض، وكده يبقى تمام. خلصنا العاشوره بتاعتنا تحفه يا جماعه. دلوقتي هنجيب الاطباق بتاعتنا وهبتدي اغرف العاشوره بتاعتي. بصوا يا جماعه كانت عامله وش حلو جدا، شكلها قوامها ما شاء الله عليه. هغرف بقى في الاطباق بتاعتي كده بالشكل دوت. دلوقتي بقى هبتدي ازين العاشوره بتاعتي. بصوا كريمي وعامله وش تحفه. اي مكسرات عندك، انا هحط عندي جوز هند قشور وزبيب، وهحط كمان مانجا. مانجا يا جماعه مع العاشوره تحفه تحفه. دي مانجا انا كنت مفرزاها، ودلوقتي احنا في موسم المانجا. بتبتدي بقى تقطعيها مكعبات كده وتحطيها على وش العاشوره. ودي العاشوره يا جماعه بعد ما بردت ودخلتها التلاجة. بصوا كريمي تحفه جدا، هتعجبكم جدا، مقادير مظبوطه جدا. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش في اللايك والشير. مع السلامه.